ربنا بيحبني انا كل ما اقرب اقع، كل ما اقول بدات اتشافى الاقي الدنيا بتضربني من جديد. هو انا من الناس اللي ربنا بيحبهم ولا لا؟ ازاي ربنا يبتلي حد بيحبه؟ مش الطبيعي اللي يحبه يريحه؟ طبيعي عند البشر، لكن عند رب العالمين الوضع مختلف تماما. النبي محمد صلى الله عليه وسلم احب الخلق الى الله، اترمى عليه الزباله واتضرب بالحجاره وطرد واتشتم واتهموه بالجنون والسحر والكذب، ومع ذلك فضل صابر قوي ثابت. تخيل ليه؟ لانه كان فاهم معنى الابتلاء وفاهم معناه ايه عند ربنا. يا صاحبي، ربنا لما بيحب عبد ما بيهنهوش بالراحه الكدابه، بيربيه بالتعب، بيقويه، بينضفه من جوه، بيطلع منه النسخه اللي تستحق الخير الكبير. وده مش كلامي، ده حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا ابتلاه. يعني البلاء مش دايما علامه عقوبه، اوقات بيكون اعلى درجات القرب من ربنا سبحانه وتعالى. ربنا عايز يسمع صوتك في الدعاء، ربنا عايز يشوفك بتتعلق بيه مش بالدنيا، ربنا عايز يختبر صدقك، ربنا عايز يشوفك هتكمل ولا هتنسحب وهتقع في النص. وده لوحده شرف صدقني والله. سيدنا يوسف عليه السلام اترمى في البير وهو طفل، واتباع عبد، واتسجن ظلم، واتحبس سنين، ومحدش افتكره، لكن ولا مرة قال لي يا رب، لانه كان واثق جدا ان ربنا بيحبه. وفي الاخر بقى عزيز مصر. اللي كان مسجون بقى حاكم، بس الطريق ما كانش سهل، كان مليان ابتلاءات، كل واحدة فيهم كانت شهادة حب من ربنا سبحانه وتعالى ليه، واعداد كامل من ربنا سبحانه وتعالى لسيدنا يوسف. وانت كمان الوجع اللي انت حاسس بيه، الاسى اللي في قلبك، الناس اللي بعدت والابواب اللي اتقفلت، كل ده مش اشارات غضب، دي رسائل حب من ربك سبحانه وتعالى، بس على طريقته مش على طريقتك ومزاجك انت. كل ما تضعف افتكر ربنا بيحبني وبيصلحني بطريقته. قولها لنفسك واكتبها جوه قلبك مليون مرة: انا مش منسي، انا محبوب، وان شاء الله النور اللي جاي في اخر الطريق هيكون اكبر من كل ظلم انا شفتها في حياتي. وقول يا رب